السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. موضوع جديد جه في بالي عن الناس اللي ما بتحبش تشكر أي حد عمل لها حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أنا بلاحظ في ناس كتير في النقطة دي تحديدا أكتر من أي حاجة تانية، لما بيروح عند صنايعي مثلا يعمل له شغلانة والصنايعي شاطر وعمل الحاجة جميلة، بس هو حاطط في دماغه إن أنا لو اديته كلمتين حلوين هيطمع ويطلب فلوس زيادة، فيبدأ يطلع له الديفوهات والمشاكل ويقول له: ايه يا عم اللي انت عملته ده، انت ما عملتش حاجه، ويقعد يقلل من اللي هو عمله. الكلام ده غلط. يعني ناهيك عن ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعطى الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رب العالمين نفسه بيحب اللي يشكره، وبيقول ايه: لئن شكرتم لازيدنكم، لئن شكرتم لازيدنكم. فالشكر واجب، ان حد يعمل لك حاجة وتشكره عليها ده واجب. ما تقللش من قيمة حاجة حد عملها لك، وتراعي دايما انك تشكره عليها. حتى كمان انت الدنيا هتلف بيك، هتلاقي نفسك بتعمل حاجة لحد وهو ما بيشكركش عليها. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك، وما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد.